السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة بقى ايه؟ الرز الصيادية. انا قلت في الفيديو اللي فات الرز بالخلطة، انا اسفة. اول حاجة معايا كده حلة على النار، احط فيها معلقتين سمنة كبار. ممكن لو انت بتحبيش السمنة في الرز ممكن تعملي زيت، بس انا بصراحة الرز انا بحب اعمله بالسمنة. بعد كده هنزل اول ما السمنة تسخن هنزل ببصلاية مفرومة، انا فرماها كده في الكبة. عايزه يعني فرم خشن او فرم ناعم، يعني مش هتفرق كتير. انا فرماه فرم يعني وسط كده. وبعد كده اول ما تاخد لون هنزل بمعلقه سكر صغيره. السكر هيخلي البصل مكرمل كده وهيديله طعم حلو قوي في الرز. هديله تقريبا بقى. انا عايزه الرز البصل بتاعي يبقى احمر، يعني زي اللون ده كده، يعني غمقي، ما تقلقيش خالص، مش هيدي طعم وحش في الرز ولا حاجه. كل ما يغمق كل ما هيبقى احلى. بعد كده هنزل بقى كده بقرن فلفل حامي او قرن فلفل رومي، زي ما يعجبك. انا نزلت هنا يعني نص قرن فلفل حامي كده. وهنزل كمان بفصين توم مفرومين واديهم كده. هنزل بمعلقتين صلصه. صلصه من اللي هي الجاهزه، الصلصه البيوريه الجاهزه دي، هنزل منها بمعلقتين واديها بقى ايه تشويحه كده مع البصل. عايزه اقول لكم البصل هنا بقت ريحته مع الفلفل مع الصلصه ريحته حلوه قوي. بعد كده انا غاسله الرز كويس ومصفياه مجين ونص او 3 مجات حسب الكميه اللي هتحتاجيها. يعني كل ما هتزودي رز يعني هتكبري البصله شويه. وهنزل بقى بميه سخنه، يعني يا دوبك تغطي الرز بحاجه بسيطه كده. واحط بقى التوابل بتاعي، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه كمون، وهظبط الملح بتاعي. وهسيبه بقى على النار. اول ما يتشرب كده هدي النار عليه خالص لحد ما يستوي ويبقى بالجمال ده. عايزه اقول لكم ريحته وطعمه والله العظيم جربوه حلو قوي قوي. طبعا الرز الصياديه معروف بيتعمل مع السمك، انا كنت عاملاه مع سمك وجمبري. جربوه ان شاء الله يعجبكم. طبعا انا نزلت لكم صينيه الجمبري اللي انا كنت عاملاها، بجد تحفه تحفه تحفه. وده الرز اهو جميل قوي. جربوه وان شاء الله يعجبكم. وهنزل لكم ان شاء الله طريقه السمك اللي انا كنت عاملاه، سمك المكرونه، عاملاه كريسبي وحلو قوي. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش اللايك والشير، وتشتركي معانا في القناه وتفعلي الجرس علشان يوصلك ان شاء الله كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. ودي صينيه الجمبري تحفه، انا نزلت طريقتها. والرز ده كان الفيديو بتاع النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.